مسا على الناس الجميله الكويسه. مش عارفه اقول لكم ايه ولا ابدا كلامي ازاي. انا حرفيا بقالي داخله يعني من الساعه 3 ودلوقتي داخله على 8، يعني نقول مثلا بقالي داخله في ال5 ساعات او 4 ساعات، 4 ساعات، 4 ساعات ونص كده، 4 ساعات ونص. وانا جايلي حاله كده من اللي هو مش عارفه اقوم اكل نفسي اصلا. يعني هو انا بجري يعني اجيب لعيالي اللي هم عايزين واشربهم واكلهم مش عارفه ايه، بس انا مش عارفه اكل نفسي حرفيا ومخي واقف عن التفكير. ف رايكم نجهز حاجه سريعه، او لما بيكون انا يعني نفسي مش رايحه لاي اكل خالص، ولا مثلا سندوتش جبنه سريع ولا اي حاجه من الحاجات دي، بعمل ايه؟ هي بتاخد تجهيزات سيكه يعني مش قوي، بس كلها معتمد على ايه؟ ان الحشوه او الاساس هو اللي يكون مستوي. فمبدئيا وقبل اي كلام انا هقول ايه، بس حرفيا والله العظيم انا دماغي في الشلوحه خالص. مبدئيا وقبل اي كلام، لو اول مره بتشوفيني على علم نور 33 هتحطي اللايك وتعملي شير وتشتركي في القناه، واهم حاجه هتفعلي زرار الجرس، يعني فعليه عشان يوصلك مني كل جديد. بصوا، هو احنا اول مره نجرب البراند بتاع ولايتين ده. بس صراحه حلو يعني يستاهل بامانه. فجايبين منه ايه اللي هو ستريبس، بس ما شاء الله يعني احنا عملنا القطع الصغيره وباقي بقى ايه قطع الفرد دي اللي انتوا شايفينها. فانا يعني بصوا كمان في قطع عامله ازاي. فانا عشان تستوي مني وما اخدش وقت كبير هاخد قطعتين كده بس واشيل الباقي، يعني هقلي دول بس وهشيل الباقي ده. طبعا على الوضع والحجم ده لازم اهدي النار عشان تستوي من جوه، ما تبقاش كريسبي من بره ومن جوه نيه. فخلاص كده هقلي البانيه التلاجة ويجي منزلتهوش. هعمل ايه بقى كده دلوقتي؟ هبدأ ان انا اقطع الخضار اللي متوفر عندي. يعني لو كان عندي فلفل الوان كنت هحط، لو كان عندي اي حاجة تانية الصراحة يعني زيادة كنت هحط، مش هقول لا. اوقات كتير بعملها ببواقي بفتيك، بواقي مثلا لحمة مكعبات انسرها كده واعملها بيها. مثلا عندك جمبري، عندك شاورمة فراخ، اي حاجة عندك سوسيس او سجق، بتمشي باي حاجة وما ما بتقولش لا. الصراحة دي الاكلات اللي يعني ايه بتفتح نفسي ان انا اكل. لو انا نفسي مسدودة زي النهاردة كده وماليش نفس للاكل، لما بعملها يعني بتبقى اكله مشبعه بالنسبه لي، وفي نفس الوقت يعني زي الحاجات بتاعت بره تقدروا تعتبروها. انا مش عارفه انا عليت النار ولا هي النار اللي علت. كمل بقى كده. هقطع انا قطعت طماطميتين، مش عارفه هستخدمهم كلهم ولا لا، بس انا بحب فيها الطماطم. عندي كام قرن فلفل كده دبلانين من ساعه ما عملت المحشي، وهم ايه عندي في التلاجة يعني، والصراحة هيترموا لو سبتهم. فكده كده هستغلهم ويبقى طعم الفلفل الرومي فيها حلو او الفلفل الالوان. بصوا احنا مش هنبخل على نفسنا، اي حاجة باقية في التلاجة هنحطها، اي حاجة محتاجة تتعمل هتتحط يعني كله اهو. انا مش عارفة انا هعمل كام واحد، بس غالبا قطعتين الستريبس دول يعملوا لي 2، يعملوا لي بيتزتين سريعة من البيتزات السريعة اللي ما بتاخدش وقت. دي مبهدلاني، عارفين البهدله والمرمطه، انا الزيمه مرمطاني. بصوا المنظر اللي انا عملته، شايفين شكل الشوكه؟ كنت سندها على طرف الطاسه، مع اني مش من عادتي بعمل الحركه دي، بس ده يثبت لكم قد ايه ان انا نو تركيز، يعني ما عنديش تركيز في اي حاجه، وقد ايه تعبانه. والله العظيم انا حاسه ان انا تايهه، زي ما اكون تايهه مدروخه، في حاجه غلط عشان عيال. بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل ايه؟ خدت كده واحد من عيش التورتيلا اهو، حطه هنا. ماشي، استنى بس نجيب علبة الجبنة معايا في المطبخ عشان بتشتتي تركيزي. نمل؟ فين النمل ده؟ واوا. بصوا يا اخواتي، فاول حاجة هحطها هي الستريبس. هقطعها كده بالايه، بالمقص على طول عشان هي لسه سخنة، وبعدين هوزعها.
نعم يا قلبي. عايزه مام؟ مش حاساها مستويه اصلا. يا رب تكمل سواها جوه بقى، عشان انا ايه بحب الحاجه مستويه سوا كامل. هي مستويه بس من جوه شكلها ايه زي ما يكون تخينه كفايه فما استوتش قوي. حاضر حاضر يا روحي، بعمل اهو. بعمل مام. تاكلي معايا؟ حاضر يلا. حاضر يلا. على فكره انا مجهزه لهم بيض، سلقه لهم بيض عشان لما رضيوش ياكلوا معايا. يا رب تكون حاجه ظاهره. بس بقى اوزع الطماطم كده. حاضر يا ليه. كلي اشربي. كنت هقول لك كلي عشان تعرفي ان انتي مشتتاني. انا ربنا يعيني. مش عارفه قاعده مأنساني ليه. ما تطلعي تتفرجي مع اخواتك بره. ماشي خلاص. شربتي ولا لسه؟ الطماطم والفلفل هنزل بقى كده بقطع من الجبنه الرومي عليها. ايه يا روحي اسم الله عليكي. وشويه بقى كده في الاخر من الجبنه الموتزاريلا. ما تلعبيش يا لينا عشان ما تشرقيش. اشربي عدل. انتي بتلعبي هتشرقي كده. انا حباها تكون ميكس جبن. حباها يا اخواتي تكون ميكس جبن مع الاستريبس. فايه حطيت رومي وموتزاريلا، وهحط كمان واحده كده من الشيدر هقطعها كده عليها. وربنا يستر بقى. كده كده اصلا الواحد وزنه في ذمه الله. ما انا بقعد طول اليوم ما اكلش خالص، واجي بالليل كده عجين بقى واقعد. والنبي هخس ازاي باللي انا بعمله ده. المشكله ان ابو عيالي نفس التيم بتاعي في ستايل الاكل، يعني يحب الاكل ده قوي زيي، وفي نفس الوقت يقعد يبعت لي فيديوهات يأنب ضميري بيها. بصوا اتفرجوا لي على الجمال، اتفرجوا لي على الحلاوه كده، اتفرجوا على الحلاوه. بصي بالميكروويف هحطها من دقيقه لدقيقه ونص، وبعدين هرجع لكم واوريكم بقى الجبنه ساحت كلها ازاي زي ما انتم شايفين. ده كده شكلها بعد ما خرجت من الميكروويف بعد دقيقه ونص بالظبط. للاولاد يعني عشان وانا باكل اكيد نفسهم هتتفتح وهياكلوا معايا. المهم جبت فلفل تاني عشان اقطعه بقى، وهزود كمان طماطميه وكده. بس انا بقى باكلها ازاي؟ بقطعها كده سلايزات زي البيتزا يعني. بص بجيبها كده وبقطعها كده. شايفه اختك بتعمل ايه يا تيا؟ شايفه؟ قاعده فوق. ماشي يا لين، يلا هننفخ البلالين قريب. احنا انا كنت فين؟ كنت هنا. عايزه اقول لكم ان هي سخنه جدا. طيب مش هنقدر ننسى الحلويات يا اخواتي. بصوا السلايز بتاعها بيبقى عامل كده، بس هي بصراحه بتبقى مش ماسكه نفسها لان عيش التورتيلا بيكون رقيق قوي، بيبقى خفيف يعني. بس انا بستناها بس تبرد سيكه كده وبعدين اكلها، ويومي على الجمال. بتبقى تحفه الصراحه. المهم ان انا هعمل واحده كمان وهسيب دي تبرد شويه قبل ما اعرف من الفلفل الحامي. رجعت اكل شطه تاني للاسف، وربنا يستر بقى لان اصلا وشي يعني مش ناقصه بهدله من الجيبه في اخر انتوا عارفين. يلا هسيبكم في حفظ الله ورعايته. لو فيديو النهارده عجبكم ما تنسونيش بلايكات كتير وتعملوا شير للفيديو، و ادعوا لي دعوه حلوه في التعليقات يا اخواتي. ولو اول مره بتشوفيني على اليوتيوب عامه مش متابعاني على القناه الكبيره، اكتبي لي في التعليقات. ويلا مع السلامه.